السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا صباح النور والسرور، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال وراحة بال. اللهم آمين يا رب العالمين. عاملين ايه؟ يا رب يديم علينا نعمه من ستر وصحة وراحة بال. يلا بينا بقى كده تقومي تخلصي كل اللي وراكي كده بما انك ست بيت شاطرة. ولو بنوتة كده لسه برضو ما اتجوزتيش كده ولسه عند مامتك، اعملي لها مفاجأة كده وقومي خلصي لها المطبخ وساعديها واكسبي كده أحلى ثواب وأحلى أجر كده عند ربنا لما تساعديها كده. طبعا ست الكل مفيش، بصي يعني عارفة ده أكيد انت شايفاها وعارفة اللي فيها وعارفة ان هي بتبقى برضو مضغوطة وتعبانة. فأحلى ثواب بجد بجد عايزة تكسبيه، قومي ساعدي مامتك وخلصي لها كده اللي وراها. ولو في مثلا مواعين في غسيل في أي حاجة ساعديها واكسبي الأجر والثواب كده. وفعلا بجد يعني بص انت مش بتكسبي اي اجر، انت يعني الجنة كلها، يعني بتكسبي الجنة حرفيا. فخليكي ناصحة كده وقومي خلصي لها كده اللي وراها. ولو متجوزة بقى ربنا يعينك، وبرضه قومي بقى كده خلصي بقى اللي وراكي. يعني اللي هو ايه بقى عندك عيال بقى دروس مدارس ايا كان، قومي خلصي كل اللي وراكي كده عشان تبقي ايه فايقة كده. يعني لو بالليل كده مثلا حاولي تبقي مشطبة المطبخ، تبقي مخلصة كل حاجة وراكي. مجهزة مثلا الأكل. لو بتودي دروس وبتودي مدارس والحاجات دي كلها. طبعا احنا عارفين بكل ده وربنا يعيننا يا رب جميعا. خلصي كده، حاولي تخلصي اللي وراكي من أكل مثلا تجهزيه قبلها بيوم. المواعين تكوني مشطبة المطبخ. حاولي على قد ما تقدري تسهلي على نفسك. يعني حتى لو عندك مثلا الجمعة والسبت أجازة، حاولي تخلصي اللي وراكي. تجهزي مثلا اللي هو أكل الأسبوع. يعني تجهزي مثلا تحاولي تجهزي أكل. مثلا لو في عندك مكرونة، عايز تعملي مكرونة بشاميل، أعصج مثلا اللحمة وأشيلها. فأنا كده سهلت على نفسي خطوة. عايزة مثلا هتعملي مثلا خضار أو أيا كان، ممكن أفرز مثلا تفريز البصل، تفريز الخضرة، تفريز الكرنب، أيا كان تفريز أنواع الخضار. بيسهل علينا جدا 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 جدا، وبالذات بقى لما يكون كمان عندك الصلصة اللي هي الحاجات الأساسيات دي. انت بتخشي بتلاقي نفسك على طول دب بترخ كده عملت الأكلة اللي هو في ثانية كده إلا ثانية هتلاقي نفسك على طول. ما بتاخدش معاكي حاجة ومنجزة وكله. بص بقى، انا كان عندي المطبخ هنا والله حرفيا حدث ولا حرج. احنا مش تقريبا مش من حقنا اللي هو ان انت مثلا تقولي مثلا تتعبي شوية الجو ده هتيجي على دماغك في الاخر. معرفش ليه بحس ان احنا جالك حبة برد تعبانة شوية رجلك مش قادرة كده، لا خلاص يعني برضه عليكي. وبالذات في اوقات المدارس انت مش عارفة تقولي مثلا سواء بنتك او ابنك او كده ساعدني. ان هو بتبقى ايه يعني، بس هو المفروض هما من نفسهم يعني يبقى في ايه احساس وتمام، واللي هما ايه هيعملوا يعني هيظبطوا الدنيا وكده يساعدونا حتى شوية. فانا بقى هنا كان عندي كمية مواعين والله يا جماعة رهيبة. اللي في الحوض ده مش حاجة، انا كنت عايزة اصور لكم والله، كنت هصور خلاص وماسكة التليفون ان انا يعني ايه هصور المطبخ كله. رجعت وقلت لا، المنظر ده ما يطلعش فيه كده خالص، يعني ما يتصورش. لانه ده مش هيدي طاقة ايجابية، ده يعني هيشحنك كمية طاقة سلبية رهيبة. لان المنظر كان رهيب. يعني انا بصوا هتلاقوني في الاخر انا عشان ما اطولش الفيديو يعني اختصرته اختصار رهيب. الحلل صبنتها مع نفسي، اللي هو بقى خلاص بقى لازم اشمر وابدأ بقى اللي هو كده. فصورت معاكم شوية وعملت اللي هو شوية برضو اللي هو مع نفسي. والدنيا الحمد لله. بس عايزة اقول لكم والله خليت المطبخ ده بصوا 10/10. ده انا اتفاجئت كمان، عايزة اقول لكم بكوباية مكسورة على الرخامة، انا معرفش ان لوحدها. يعني حتى جت حتة منها كده في الحوض، كنت اللي هي ايه وريتها لكم كده على طول كده وانا بصبن. يعني مش عارفة من ايه، سبحان الله لوحدها كده. حتى بسأل العيال مفيش حد كسرها، وهي فعلا محطوطة على الرخامة يعني مش واقعة على الأرض مثلا ومكسورة. فسبحان الله. فكنت بقى بص وانا هنا خدت طبعا الاطباق الاول كده، خدت شوية وبعد كده هاخد اللي هو الشفاشق والكوبايات وشوية برضو تاني بعد كده اطباق، وخدت المعالق والشوك وكل ده.
يعني بُصّوا أنا عايزة أقول لكم المطبخ لمّا يوصل للمرحلة دي، ففعلًا أنا بابقى اللي هو خلاص بقى عارفين اللي هو جايبة آخري، اللي هو ما فيش خالص. فلإن طبعًا ما فيش واحدة ترضى إن مطبخها أصلًا يوصل للمرحلة دي. بس الحمد لله ربنا يا رب يديم علينا نعمه يا رب ويوسّع رزقنا جميعًا. أنا والله لمّا بيبقى يعني في مواعين في خير في البيت، في غسيل، في صحة، وفي ناس بتلبس والحمد لله. يعني هاقول لكم الحمد لله، يعني والله الحمد لله يعني في كل الأحوال. بس ربنا يا رب يدينا الصحة جميعًا يا رب، ويديم علينا يا رب الصحة والستر يا رب وراحة البال إن شاء الله، ويرزق كل مشتاق بما يشتاق، اللهم آمين يا رب العالمين. بُص بقى أنا هنا كنت خدت طبعًا بقى الأطباق اللي هم الحبة اللي خدتهم في الأول، والمعالق وكله، وهنا بقى خدت بُصوا اللي هي الكنكة ديًّا، والشفشق والكوبايات، واللي هو إيه عمّالة أبُص باحط كده حبة حبة، بس حرفيًا أنا في الآخر هافصل الكاميرا وهاشتغل بقى اللي هو أشمّر بقى وأبدأ في الحلل والحاجات دي. يعني عايزة أقول لكم بجد عارفين أنتم كأنكم مش عارفة أقول لكم إيه، يعني داخلة معركة مش داخلة صَب المواعين، اللي هو إيه يا أنا يا أنتم، اللي هو في الحتّة دي يعني. بس هاجي بقى في الآخر برضه يعني قبل برضه ما أبدأ في الرخامة كده وأفنِّش المطبخ، برضه هانشِّف كل المواعين بتاعتي وهاشيلها مكانها، اللي هو عايزة أخرج من المطبخ كل معلقة مكانها، ما فيش حاجة اللي هو سايباها كده والّا كده لأ، اللي هو كل حاجة مكانها. يعني اللي هو إيه، أريّح نفسي، أبقى أخُش المطبخ لو هاعمل أكل والّا هاعمل أي حاجة، تبقى نِفسي مفتوحة كده للمكان، أبُص للمكان أحس إني مبسوطة بيه. وعارفين بالذات لمّا تبقى الدنيا مثلًا مكركبة وتيجي تحوّليها يعني حرفيًا هي بتبقى كده، أنتِ بتحوّليها مش بتروّقيها، من منظر لمنظر تاني خالص، بتحسّي بإنجاز، إنِّك عملتِ حاجة حلوة أوي. بتبقي مبسوطة بنفسِك، بتبقي مرتاحة نفسيًا، يعني عشانِك أنتِ مش عشان حد تاني. أهو بُصّوا بقى هنا كانت اللي هي إيه، حِلَل كده واللي هو الطبق اللي كانت بنتي عاملة فيه البسبوسة برضه، كانت عاملة لنا بسبوسة قبل منها بيوم، ربنا يبارك لي فيها يا رب ويديها الصحة. فصلت بقى الكاميرا عايزة أقول لكم أنا يعني صبّنت دول ومليت الحوض تاني مرتين كمان، اللي هو مش عارفة في إيه، اللي هو مش مليته بقى اللي هو يعني باجيب حبّة في حبّة. وهنا بقى البوتاجاز أنا طبعًا البوتاجاز إيدي فيه على طول، بس قُلت برضه هادّي له دعكة كده بالعيون بكُلّه، يعني إيه، أبقى منضّفاه، لإن أنا المشكلة عندي إن الحوض جنب البوتاجاز، فعارفة لو بتصبّني معلقة أنتِ بتلاقي الطرطشة برضه البوتاجاز والدنيا كده عارفين اللي هي إيه، اتبهدلت. فحرفيًا لأ، بتبقى حاجة صعبة، المنظر بيبقى صعب جدًا، يعني اللي هو بيصعب عليكِ نَفْسِك، بتبقي مصبّنة البوتاجاز ومنشّفاه ومخلّياه زي الفل، وتلاقي بقى عليه طرطشة المَيّة دي، عارفين اللي هي بتضايق دي. فخدت بقى دلوقتي بقى بُصّوا معايا البوتاجاز، وخدت برضه الحيطة اللي جنب البوتاجاز، وقُلت إيه، يعني هاضبّط الدنيا. وهنا بقى قُلت يعني إيه، هانشّف اللي هو الصابون ده كده أمسحه حلو، وهامسحه من جوّه كده مكان ما الصابون دخل كده اللي هو عند العيون، مكان العيون. وهادّي له بقى لمعة حلوة أوي بحتّة كده ناشفة كده تكون إيه، نضيفة برضه، أنا معايا الحِتَت بتاعتي على فكرة على طول، على طول، يعني إيه، بادعكها كده بالصابون، صابون المواعين عادي. وأنتِ لمّا بتلمّي بيها على فكرة الرغاوي دي، بتلاقيها برضه على فكرة بتنضف كده وبتبقى نضيفة أوي برضه. يعني أهم حاجة دعكيها على طول وخلّي إيدِك فيها كده على طول، يعني بتبقى نضيفة، بالذات اللي هي حتّة المطبخ دي بالذات عشان الريحة، لو سِبتيها هتعمل ريحة وِحشة أوي. فهنا بقى بُص أنا كنت خلاص خلّصت كده البوتاجاز وهاغسل برضه العيون كده، وهاضبّط الدنيا برضه، يعني أنا على فكرة مش كُلّه مصوّراه معاكم عشان ما أطوّلش عليكم. يعني عايزة أقول لكم أنا لو كنت صوّرت كل حاجة الفيديو ده كان بيتهيأ لي لأ بجد كان هيعدّي، الوقت بتاعه كان هيبقى طويل أوي. هنا بقى أنا كنت نشّفت بقى خلاص الحاجات اللي على الرخامة، زي ما قُلت لكم اللي كنت باصفّيها وكده كل اللي أنا صبّنته. والحمد لله هنا بقى إيه، كنت جايبة بقى كان قاعد البيض، حطيته مكانه بقى كده برضه في التلاجة، وهامسح بقى الرخامة وادّيها دعكة حلوة. أنا عايزة أقول لكم أنا باحب الرخام الأسود جدًا، بتحسّي بعد ما بتصبّنيه كده بتدّي له تظبينة حلوة، بتلاقيه كده بيلمع، ما أعرفش بيبقى في لمعة حلوة أوي، بجد بتبقى في لمعة حلوة أوي مش بتلاقيها في أي رخام تاني.
وبالذات إن دي برضه ما شاء الله يعني عارفين الرخام اللي هو كان بتاع زمان الله أكبر، اللي هو كان غالي كده، فاللي هو مش موجود دلوقتي. فاللي هو باحاول أحافظ عليها حتى لمّا كانت اتكسرت من الجنب التاني، لزقتها برضه كده وحافظت عليه اللي هو فعلًا عارفة إني مش هاعرف أعوّضها، وبالذات إن أنا لأ باحب اللون أوي، يعني أنا مش باحب الغوامق على فكرة ولا باحب الأسود، بس في الرخام حلو أوي، أحلى حاجة بصراحة في الرخام الأسود، بُص بتلاقي اللمعة بتاعته حلوة أوي. بس وهنا بقى بعد ما دعكتها كده بقى بادّيها كده تنشيفة، يعني بُصّوا الحمد لله كانت الدنيا معايا ما أنا باقول لكم حوّلتها بجد، أنتم لو شُفتوا منظر الرخامة دي الأول كانت إيه، كانت فظيعة. فالحمد لله بقى كده إيه نشّفتها وخلّصتها كده، وكان طبعًا صبّنت اللي هُم العيون ديًّا ونشفوا قبل ما أبدأ في الرخامة، فرجّعتهم بقى تاني، فالحمد لله بُصّوا الدنيا راقت ونطفت والحمد لله بقت 10 على 10 معايا. فربنا يا رب يدينا الصحة جميعًا، كان خلاص قُلت بقى إيه آخد معايا بقى بالمرّة كده الحوض بالحنفيات يعني إيه بالرخامة كل دوّة، عشان تبقى الدنيا معايا خلاص خلصت كده، وسايبة كل حاجة بتلمع، حرفيًا عارفين كده بجد كل حاجة بتلمع كان فعلًا كده. فالحمد لله، وجات بقى بنتي الصغيرة كانت واقفة جنبي هنا، فقالت لي: ماما أنا عايزة أطلّع الغسيل قُلت لها: "ما تطلّعي لي الغسيل بقى واللي في الغسالة وتساعديني." فقالت لي: "ماشي هاطلّعه وتصوريني وتقولي لهم بقى إن بنتي الصغنّنة بتساعدني." قُلت لها: "ماشي." وفعلًا بعد ما خلّصت كده والله صورتها فعلًا معاكم كده وهي بتطلّع إيه، اللي هو شوت صغنّن كده، يعني إيه جبر الخواطر على الله، يعني هي هتساعدني فاجبر بخاطرها. يالّا واجبروا بقى بخاطرنا أنتم كمان، وما تنسوش اللايك كده والاشتراك لو لسه ما اشتركتوش، وتعليق حلو منكم، وبُصّوا بقى هنا كنت خلاص بقى بادعك بقى اللي هي إيه الحتة بقى كده عشان بُصّوا زي ما باقول لكم تبقى زي الفل معاكِ وما تعملش ريحة، وكنت خلاص الحمد لله. وكده آخر حاجة بقى كده كانت بنتي بتطلّع الغسيل من الغسالة، وأروح أنشره مع نفسي، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد.